الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الوقفة الثالثة من سلسلة العقيدة الأشعرية عنوانها التعريف بأبي الحسن الأشعري رحمه الله. فمن هو أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سيدنا أبو موسى الأشعري اليمني رضي الله عنه وعن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بالبصرة سنة 270 للهجرة. تلقى في مستهل حياته العلمية ثقافة قرآنية وحديثية ولغوية واسعة، وعاش في شبابه في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره، وتلقى علومه حتى صار نائبا عنه وموضع ثقته. ولم يزل أبو الحسن رحمه الله يتزعم المعتزلة 40 سنة، ثم بدأ الأشعري رحمه الله يعيد النظر في أفكاره ويدرس ويستخير الله سبحانه وتعالى حتى اطمأنت نفسه وأعلن البراءة من الاعتزال، وخط لنفسه منهجا جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص التي قد يفهم منها تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بما يراه متفقا مع محكمات الشرع ومقتضيات العقل. ونظرا لما امتاز به منهج الإمام الأشعري رحمه الله من وسطية واعتزال، وما طبع مناظراته ومؤلفاته من قوة الحجة، فقد وفقه الله لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وإفحام الخصوم والمعاندين. رحم الله إمامنا أبو الحسن الأشعري، وجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.